اكبر واصعب مغامره عقلتو على هاد المنتخ خوتي، كنا درنا عليها فيديو في العروبيه وطلع داك الفيديو هربان وطلع فايرال. نشوفوا دابا خوتي الجديد ديالها. درنا في حياتنا هي بدينا الفلاح. كاع داكشي اللي كيعجبنا كاملين في العروبيه، من كسيبه، من ماكله، من اجواء، من غله، من خضوره، يعني واقف على حاجه اللي هي شي حاجه اللي ولات صعيبه تلقاها مع الجاف. من مورا عام وحنا كنتسناو تخرج لنا رخصه البير، اليوم اونفان غادي نحفر. الصراحه كنا مخلوعين بزاف حيت البير انفستيسمون كبير والنتيجه ديالو كتبقى بيد الله 100%. دايوغ قبل ما تحفروا البير كاينين جوج طرق باش تعرفوا واش عندكم الماء ولا لا. اما الطريقه العلميه اللي كتجيب انجينيور وكتخلصوا تري شير، اما الطريقه التقليديه اللي كتجيب واحد السيد كيتسمى بمول التفركه اللي كيكون عنده ان دون. مول التفركه هو اللي كيدير لك، لا كيدير واحد العود كيبقى يدير لي ديك الرك الرك الرك، شتي لي ديك الرك الرك الرك، كيقول لك هنا كاين الماء. السلام عليكم. الله هو اللي كيقول لك ها فين خاصك تحفر. من مورا 6 سوايع ديال الحفير بداو كيبانوا لي بروميي سيني ديال الماء الحمد لله، واللي هو الحجر الابيض. طلع علينا الصباح ومن مورا 70 متر تحت الارض الحمد لله اونفان لقينا واحد الفرحه اللي صعيب انك توصف. بحال لقيتي شي كنز، كلشي كيجي يبارك ليك، كلشي كيجي يسول فيك. اوني اونفان غاسوري، ولكن سي با لا فان، باقا واحد ليطاب مهمه بزاف اللي هي نزيدو نغرقوا البير حتى نلقاو الماء الكافي للارض كامله، ونركبوا القادوس باش يكون البير اوبيراسيونيل. حنا اختارينا نديروا البي في سي حيت الثمن ديالو مناسب وكيبقى مزيان مع الوقت. مورا ما كتسالي الحفير ديال البير ضروري تجيب واحد البومبه باش تيستي الماء، تعرف لو ديبي ديال البير وتعرف شحال من طن يقدر يعطيك في الساعه. هكا كتعرف لا كاباسيتي ديال السقي ديالك باش كديسيدي اش من فلاحه غادي دير. واش شي حاجه اللي كتحتاج الماء بزاف بحال الخضره، ولا شي حاجه اللي كتحتاج الماء قل بحال شجره الزيتون. شفتي الماء على كنز شحال كبير، خاصنا نقتصدوا عليه كل نهار وفين ما كنا. يلا بيزو. تحياتي لك اختي مونيا، ومبروك عليكم البير، وان شاء الله عليكم الصحه والسلامه وبطولة العمر ان شاء الله وبالخير والتيسير. حنا بالكرموس والعنب راه شهيتينا في داك العنب والكرموس. تبارك الله عليك، بسلامه.